جاء في السنن أن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه وكان من بقايا أبناء ملوك حضرموت في اليمن، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم بين يديه في عام الوفود، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم وفادته وبسط له رداءه وأجلسه بجواره، وأقطعه أرضا أو أنزله منزلا، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وكان معاوية آنذاك سعلوكا لا مال له، يعني فقيرا لا مال له، لا يجد حتى نعلا يلبسه في رجله. فلما مشى معاوية رضي الله عنه خلف ناقة وائل، وكانوا في هاجرة شديدة الحر، فلما تأذى معاوية الحافي الذي لا يلبس نعلا في رجله، لما تأذى بالرمضاء قال لأخيه في الإسلام وائل بن حجر: أردفني خلفك على الدابة. قال له وائل بن حجر: لست من أرداف الملوك. وكان فيه بقايا من أخلاق الملوك الفخر والتعالي. قال له: لست من أرداف الملوك. قال له معاوية: ألبسني ذا النعلين. قال له: ليست لك، وما بي بخل، ولكني أكره أن يقال، يعني في اليمن، أني ألبستك نعلين، ولكن امشي في ظل الناقة فهو شرف لك وحسبك به شرفا. سبحان الله. ثم إن الله عز وجل بعد هذا الكلام أعطى معاوية وملك 40 سنة في الإسلام، 20 في الإمارة ومثلها في الملك، وصار أميرا على المؤمنين وخيرهم وسيدهم في زمانه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. دار خلافته في الشام، قصر معاوية كان في الشام، فيفد عليه يوما أحد رعاياه وائل بن حجر. هل انتقم معاوية رضي الله عنه لنفسه؟ والله ما عاتبه معاوية، واهتش في وجهه وابتش وأجلسه على كرسي الخلافة. قال وائل بن حجر: وددت والله أني أجلسته أمامي. يقول معاوية رضي الله عنه: لن يصل الرجل منا مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولن يكون ذلك إلا بقوة العلم